معا يا إخوة الدرب بكل الود والحب نحث الخطوة في عزم ونبحر في المدى الرحب نلامس قمة الإبداع نسكن هامة السحب ونقرأ ما يغذي الروح مما جاء في الكتب. احساسي ليكم كان قد ايه؟ حاولت ان انا ما ايفوش زي ما بيقولوا او اظبطه عشان يطلع بجد كلام حقيقي. بجد الاسبوعين اللي احنا كلنا عشناهم معاكم كفريق عمل والطلبه كانوا يعني اقول فعلا اسبوعين ما شاء الله. يعني انا شخصيا انا المفروض ان انا كنت بديكم، انا اتعلمت من كتير منكم بعض الحاجات الجميله جدا. انتوا طلبه متميزين وعايزينكم دايما تفضلوا كده. في طلبه منكم نماذج رائعه في المكافحه. انا عايزه اقول لكم اجمل ما فيكم ان انتوا اللي انا عارفاه ان انتوا اصلا ضربتوا في مجال بالي قبل ما تيجوا هنا. يعني اصلا انتوا جايين مش غصب. دي حاجه يعني زي ما بنقول احنا انت مش بتتعلم بالغصب. انت مش لا انت جاي عشان عايز حاجه، عايز هدف ان انت تتعلم حاجه. يعني من الاخر اصلا كتير منكم اصلا مع شهاده التدريب. طب معانا شهاده التدريب، فهو لما جه وعافر وجه مسافات وشاف عقبات وكده اتعلمت منكم ساعتها التحدي. لا انا عايز، انا حاربت حتى لو انا دي مش اجبار عليا في الكليه، بس انا عشان كده بقول انتوا مجموعه وان شاء الله نبص في زمايلكم مثلا لا قالت انا خدت الافاده خلاص انا مش هاجي، لكن كنت عن اللفته دي في بعض اللفتات. يعني الكلام ده هو بعض اللفتات اللي انا لمستها منكم واللي انا عايزه احييكم عليها واشكركم عليها ان انا دلوقتي واليوم ده النهارده احنا اللي بنشكركم بجد على ان انتوا اديتوا لنا وشرفتونا واديتونا فرصه ان احنا نتعامل معاكم نفيدكم ونستفيد منكم. شفت نماذج كتير هنوه عنها لانها فعلا احيت جوايا معاني كتير جميله كلنا محتاجينها في حياتنا. انتوا جيتوا مش بارادتكم، اتحملتوا سفر مشوار وسفر تعب وسفر حقل ومشاكل حصلت ومواقف مضحكه. يعني شفنا بقى حياه عشنا، هم كانوا صغيرين جدا حقيقه. انا نفسي بجد والله ما كنتش عايزه اللي هو انا في الاسبوعين دول حبيتكم كلكم وحاطه فيكم ثقه وامل وهتمنى ان انتوا اشوفكم بعد كده. لا انا خلصت ووصلت وعملت ان شاء الله هتوصلوا. انتوا امل مستقبلنا بجد. يعني دايما ما تقللوش من نفسكم ابدا، وانتوا اللي احنا عملناه معاكم مش حاجه كبيره زي ما انتوا بتقولوا، ده اقل حاجه انتوا تستحقوها. انتوا حد كويس. اي انسان لازم يعرف قيمته. الانسان البشر او لما هيعرف قيمته هيقدر يحب الحاجه اللي بيعملها. انتوا جيتوا بارادتكم وحبيتوا الحاجه دي فاخدتوا واديتوا، كان في تواصل. بعض الزملاء كان اصلا بيشتغل وبيجي مطبق. يعني بيجي انا شفت بعيني النماذج دي. يعني كان بيشتغل شيفت بالليل ويجي من الشغل على هنا. لا انا بحييك يعني كمان كلنا كانوا اصلا في شغل بيجوا مع الشغل حرب. يعني معنى كده يبقى ايه؟ عنده اراده صح ولا لا؟ عنده صبر عشان ايه؟ عشان هدف. وده اللي انا حاولت اديله في بعض الخبرات حتى في المحاضره الاولانيه. يا جماعه في حاجات كده اهم كمان
والنقد والمعاني دي كلها. ف يعني ان شاء الله هنبدا مع حد من الطلبه الممجد. طبعا يعني مشينا مع بعض وشرنا مع اجتماعات جديده، ولسه بقول لكم عن في زميل لكم كان بيطبق، والله انا يعني كان بيرجع يعني قابلته كان بيطبق من الشغل الجاي تاني يوم، يعني كنت فخوره بيه ان انتوا لا يعني ما شاء الله عليكم لسه سن صغير، لسه بنين حاجه وعندكم اصرار. دكتوره نوران عملت حادثه واتجبست، كان بسهوله جدا كانت تقول ايه؟ انا هعرف خلاص عادي، ممكن تعتذر وتجيب ورقه مرضيه وتقعد وهعمل لها غياب، مش مشكله مش فارق غياب، لكنها اصرت انها تيجي. ودي من ضمن المعاني لا عندكم. خلي دايما كده عندكم طاقه امل، طاقه نشاط، طاقه تفاؤل، طاقه اصرار وتحدي واراده. لما توصلوا كده هتقولوا. دكتوره نوران كانت الفكره الرائعه اللي هي قالتها انها تشاركنا فيها. يعني انا مش هقولها هي بقى، هديها المايك هي تتكلم لكم تعرفوا عن نفسها وتعرفوا عن الفكره بتاعتها. هي هتبدا تقولنا ان شاء الله. هنبدا مع زميلتنا دكتوره نوران. وعلى فكره مش هقول هي الفكره، هي هتعبر عن نفسها وتقول انا يعني اديك المايك من دلوقتي. اتفضلي يا دكتوره. أنا اسمي نوران السيد علي، تخصص ميكروبيولوجي وكيمستري من جامعة الزقازيق. إحنا جينا هنا بهيئة، كانت الهيئة دي موجودة من ضمن طموحات لينا، وإحنا اخترنا إن إحنا نيجي الهيئة. كان في عندنا تدريب لمدة أسبوعين. الحاجة اللي كانت مضايقاني فيه إن هما أسبوعين ورا بعض، يعني الأيام ورا بعض. كنت حاسه ان مده كبيره. لا مش مدة كبيرة، إحنا مش كنا بنبدأ يعني قدرنا نخليهم 3 أسابيع مثلا، 3 أيام أو مثلا 4 أيام من 3 كان أسابيع. في بالظبط كده تبقى أفضل شوية. كانت اول حاجه خوفتك من الموضوع. بالظبط يعني الداتا اللي احنا خدناها كلها في زي كيس صغير. يعني دكتوره نوران كانت فكرتها عايزه تشارككم الاستفاده اللي هي خدتها مثلا او المواضيع الصغيره اللي هي خدتها بطريقه مختصره، وان هي زي ما بنقول نراجع مع بعض الافكار اللي هو احنا ممكن بعد كده تحتاجوها في مشروع التخرج. فقلنا والله انا لقيت فكره في مشروع التخرج. اتفضلي يا دكتوره. اول حاجه احنا حتى شغل المايكرو ان احنا كنا بنحضر فيديوهات، الفيديوهات اللي احنا كنا بنحضرها المفروض ان احنا بنوفر فيها حاجات كتيره، زي مثلا مصدر للكربون، ممكن نستخدم جلوكوز، فركتوز، سكروز، كذا اي نوع من انواع دي. وبنحضر مصدر للنيتروجين، بنظبط كميه الملح المناسب ليها، ونظبط الدي اتش بتاعتها. ولازم الميه اللي احنا بنستخدمها تكون ميه مقطره، عشان خاطر الميه اللي بتاعت الحنفيه بيبقى فيها ايونز بتغير في الدي اتش، بتغير فيها، فاحنا لازم نبقى مظبطين الحاجات دي. في حاجات برضه بضيفها متطلبات، يعني حاجات محتاجه بكميات قليله زي المنجنيز، زيت، كوبر، عناصر يعني محتاجه بكميات قليله. في حاجات محتاجه بكميات كتيره زي الكربون، نيتروجين، اكسجين، علشان خاطر الكائن بتاعي يقدر يعمل. عندي 3 انواع من الميديات، ليكويد وسيمي سوليد. الليكويد بتاعي بيكون ما فيهوش اجار خالص، اما السيمي سوليد بيكون فيه نسبه اقل من 1% اجار، السوليد بيكون فيه 1.5 لغايه 2% اجار. ودي من ضمن الحاجات المهمه جدا عشان خاطر احضر الميديا، انا لازم ابقى الميديا بتاعتي معقمه علشان خاطر ما ينفعش فيها كائن غير اللي انا يعني عايزه ارميه. فانا بعقمها بكذا حاجه، يعني ممكن حراره، اشعاع، بخار، خطره. وفي من ضمن اهم الاجهزه جهاز الفيب دوت، انا بستخدمه مع 121 درجه، 1.5 اتموسفير. و يعني نقدر نقول هنا في النقطه ديت احنا اتعلمتي اساسيات اللي هي نحتاجها او البيزكس بتاع عشان عشان اكون الميديا المهم. ومن ضمن برضه الحاجات اللي احنا خدناها في الشرح، يعني اتكلمنا عن النانوتكنولوجيا. عباره عن علم بيدرس الخصائص الجزيئات بتكون حجمها من 1 ل 100 نانو. الجزيئات دي اصلا في الطبيعي بتاعها بتكون مختلفه عن الجزيئات بتاعتنا
الخصائص بتاعتها ايه. انا طبعا لازم اظبطها يعني الاوبتيمال كونديشن بتاعتها عشان خاطر اقدر ان انا فيها كويس واقدر ان انا اظبطها يعني تطلع بيها اكبر نمو عندي. دي بشوف يعني بظبطها كل حاجه سواء كيميكال او فيزيكال يعني علم الناس خاصه اساسيه في الموضوع. الناتج ده انا ممكن استخدمه في مجالات الزراعه. عندي حديد يا اما ان انا استخدمه في نبات سليم اخليه اعمله يعني اللي هو يبقى بروموتر ليه يعني او مثلا نبات فيه ورق استخدمه ان هو يعلق زي عندي عنصر السيلينيوم انا اخدته يعني ان انا اشتغل عليه كان بيطلع السالفه مشكلة احنا كنا عاملين ايه دلوقتي؟ دوت لما استخدمناه طلع يعني مجرد عملوها كان طالع له مثلا كان عندي وصلت انتي كانسر وقالوا مثلا انتي كانسر صغيره يعني كان ليه فايده كبيره جدا حتى استخدمناها. صورين طول ببدا ان انا اخد الانفايد يعني ببدا ان انا اخدها علشان خاطر اتاكد انها كانت موجوده جوه اللعبه هي حاميه يعني. السيلينيوم اللي انا استخدمته ده هو كان بيستخدم يعني قدر ان هو يظبط عمليه ان هو قدر ان هو يعالج الكانسر. خدنا كمان حاجه موضوع اتكلمنا عليه اللي هو الراديو اكتيف. الراديو اكتيف دي الماتيريال اللي هي الماتيريال بتطلع عليها حاجه باقيه من الماتيريال مثلا اللي فيها حاجات فيها اشعاع وهي حاجه عايزه تخلص منها لان هي بتبقى اسئله ممكن تبقى صوت فيها خمر زي اللي فيها يورانيوم 235 ويورانيوم 238. احنا طبعا عارفين ان الاشعاع دي خطر كبير فلما الخطر كبير احنا لسه بنستخدمه عشان خاطر هو يعني يبقى مدينا اهميه كبيره برضه يعني ممكن انا استخدمه طاقه متجدده حاجات زي كده فانا لازم استخدمه مش هقول ان هو يعني فيه خطر مش هستخدمه. ببدا ان انا اعالج الماده بتاعتي بعملها دي تريتمنت وكونديشنز. الميكروبيال بتاعتي عندي الطرق اللي انا بستخدمها 4 طرق: الباي ريدكشن وباي مينراليزيشن واي سوربشن واي كوميونيكيشن. ببدا ان انا استخدم الاربع طرق دول عشان خاطر ان انا اطلع معاهم عادي. عندي ماده باي ريدكشن انا بستخدم حاجه اسمها فايتو ريدكشن دوت بيبقى متقسم لكذا نوع زي فايتو اكستراكشن فايتو ستيريلايزيشن ورايزوتيفيكيشن. طبعا المايكرو اورجانيزم مش كلها مضره بيبقى ليها فوائد كتيره جدا بتحارب التلوث الحراري بتقلل من التلوث وبتعمل كذا حاجه يعني هي مش كلها اضرار بمعنى صح. عندنا كمان موضوع اسمه الباي هايدرو دوت بيبقى عباره عن ان انا ببقى عندي عيد بيضم بياخد علاقه بالبيئه والميتالز اللي موجوده المايكرو اورجانيزم والميتالز اللي موجودين عندي ان انا بشوف العلاقه بينهم اللي هي موجوده عندي. هو بيضموا 4 حاجات: البايو ريديشن والبايو سوربشن والبايو كوميونيكيشن والبايو رايديشن. البايو ريديشن ده انا عباره عن ببساطه انا بستخدم اورجان علشان خاطر ابدا ان انا اكسر يعني انظم الاماكن اللي هي فيها تلوث خاص بالملوثات. ببدا ان انا هي عباره عن تحفز يعني خالص فيها. عندنا حاجه اسمها هيفي ميتال العناصر اللي بتكون يعني كبيره في الوزن وكده دي ببقى زي الارسنال والكادميوم ايرون دي بحب لازم ان انا اخلص منها وزن الويت يعني كبيره في الويت. انا قلت الاتوم في الاتوم دي ببقى انا لازم اخلص منها بس لازم اخلص منها بحكمه لان انا لو خلصت منها بطريقه غلط هترجع الانسان زي بالتالي هتعمل ضرر لينا. العناصر دي كل عنصر يصير موضوع معين يعني كل عنصر له تارجت معين بيدرسه زي مثلا الزيت بيقول يصير ده الميكروبيال بايوريديشن دوت انا عندي انا بشوف الميكروبات عشان
الجوده لازم تتحقق، لا العاملين اهم من المنتج اللي هطلعه، فطبعا دي حاجات حطيتها برضو في مقاييسي كتير يعني. الموضوع اللي انا بتكلم عليه احنا كنا ما بنمشي في الشوارع خصوصا، يعني دي مشكله، وحتى بتوع كل حاجه الزباله، معلش الكمامه تمام، روايح، حشرات، نقل امراض، كل حاجه وحشه. انا يعني دورت على حاجه احاول احسن بيها طريقه، وخصوصا انا من بلد اسمها نسيت عبد المنعم رياض عشان الفيديو اللي هيتصور يعني. هي بلد عشوائيه، بلد صغيره جدا، فالناس هناك مفيش وعي. فالميه اللي حتى بيرموا بيها، هو ما عندوش مشكله ياخد كيس الزباله في ايده يرميه في الميه، وهو خلاص خلص رق يرمي بالميه دي الزرع. هو دي مشكله كبيره، هو ما عندوش وعي يرجع الزباله دي. تمام. الحاجه اللي انا بحثت عنها حاجه اسمها السوليتش فلاي. دي حاجه هي موجوده في مصر حاليا، دي عباره عن حشره هي حرفيا بتحول التراب لدهب، يعني بتحول الكمامه. محتاجين عندنا قسم الحشرات شغال في قسم لابس جميله. فهي من غير ما تعرف ان الله جاب فيها غلط. هي بس مش هي تخلص يعني تعمل من التراب ذهب بس، لا هي كمان بعد ما تموت انا ممكن استخدمها كفنان. ودي الفكره اللي جات لي وانا جايه لما شفت الصحراء دي. بس دلوقتي بيستخدموها كبدائل لنسبه البروتين في الاعلاف. انا عندي صحراء كتير ابحاث ومشاريع. يعني في كثير بس في شغل القسم هنا، سواء في تاج السمان او هي دي الموضوع فعلا قالت لي ان انا مكتفيه ولا ادافع عنه، فحبيت ان انا اتعرفت عليه. تمام. دلوقتي الصحراء دي برضه اللي قالت لي الفكره، وبعدين انا كمان كنت نسيت ان المساحه دي كلها مساحه شاسعه جدا. احنا دخلنا بالاتحاد الرفاعي، يعني مساحه مش قليله، كفايه ان هي تغطي اصلا احتياجات الافراد الموجودين، مش مستغلينها يعني بطريقه كويسه. هما برضه عندهم يعني 90% حق لان الارض رمليه هم. طيب الحشره دي هي مبدئيا انا مش بستخدم الحشره نفسها، يعني انا مش بستفيد الاستفاده الكافيه اللي انا عايزاها من الحشره نفسها، لا انا بستفيد من حاجه اسمها اليرقه. اليرقه دي عمرها من 16 ل 20 يوم، تمام؟ فانا عندي 20 يوم او 16 يوم على الاقل اقدر استفيد بيها واقدر انظف الاماكن دي، تمام؟ ماشي. هو هنا دلوقتي هي شكلها ايه؟ يعني شكل اليرقه دي ايه عشان لو حد شافها، هي في صوره برضه جايه وقتها، هي راسها مدببه عامله شبه الديدان، يعني لو حد شاف الديدان يعني شبه الديدان، وجسمها املس ما فيهوش شعر وعباره عن حلقات كده، وهي يعني عامله شبه المثلث بشكل اوضح. طيب انا هستفيد من الحشره ايه؟ هي في الاول وفي الاخر حشره، يعني انا ممكن اخاف منها كمان، يعني الدبان المنزلي مثلا، الذباب المنزلي هي ممكن تقف تنقلي الامراض، البعوضه تقرصني وامراض من هنا لبكره، تمام؟ فهي حشره انا ليه ما خفتش منها مثلا؟ لا هقول عشان ان هي ما بتنقلش امراض، تمام؟ كمان هي ما بتقرصش، يعني ما بتنقلش امراض وما بتقرصش، وكمان انا ممكن استخدمها وهي عايشه وهي ميته، فدي حاجه يعني ممتازه جدا. انا ممكن بقى يعني بما انها يعني دي استفاده كبيره منها، ممكن الزم الناس اللي بيعملوا مثلا مصانع، الزمهم ب يعني جرعه مثلا من الحشره دي انتوا لازم تاخدوها مثلا في مكان مهيأ ليها، بحيث ان انتوا تطلعوا المفردات بتاعتكم وتجيبوها في الميه بتجيلنا تاني. ناخدها مثلا هنحطها في الاوضه دي فيها الحشره دي، بعد ما تخلصوا انتوا بتدونا سماد،
لانه بيعمل جسمه او له يعني تصوير مختلف او ده النوع اللي هو الاسمرفين المايكرو ار ان اي ده بيعمل ريجوليشن في السكشن بتاع الفيرال او له دور كمان له دور في الانتي فايرال ديفنس. رابع نوع اللي هو الايسو مايكرو ار ان اي عباره عن مايكرو ار ان اي فاريانتس بيؤدي لفاريشن في السيكونس بتاعه. خامس نوع اللي هو السيركيوليشن بمايكرو ار ان اي ده بيكون في الفيروس اوف ذا بادي زي ايه؟ زي البلاد والسلايفا واليورين. سادس نوع معانا اللي هو التيشو سبيسيفيك مايكرو ار ان اي بيكون في التيشو وكمان له دور في التيشو ديفلوبمنت والفانكشن والبالانس يعني التوازن. معانا بقى الاونكوجينيك مايكرو ار ان اي ده بقى بيعمل التيومر مساهم تكوين التيومر عن طريق ان هو بيتارجت التيومر سبريسولوجين دي هي اللي بتسقط او بتوقف تكوين التيومر وهو اليوم يوقف عملها فبالتالي التيومر هيكمل وهيتطور. تاني نوع بقى اللي هو عكسه اصلا اللي هو التيومر سبريسول مايكرو ار ان اي ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيروح للاونكوجين بيتارجت الاونكوجينز فبيعمل الانهبيت للكانسر دايما بيوقف الكانسر. انا اسمي دكتور حسن من علوم الانابيب قسم بايوتكنولوجي. انا كنت في التدريب بصراحه عشان هو كان الاول متقدم في الحقيقه بس عشان الوقت اتاخر او الجو اتاخر يعني فقدمنا في مكان تاني ورحنا بس انا اخترت ان انا انزل بصراحه وبصراحه يعني كان قرار حلو ان انا نزلت مش ندمان عليها لا مش ندمانه واستفدت كتير جدا من الدكاتره واستفدت بحاجات انا اول مره اعرف اصلا ان هي موجوده الاماكن اللي احنا رحناها زي سايكون او الار بي اف الاماكن دي انا اول مره اعرف اصلا ان هي موجوده ومصنع كفايات مش عارف الحاجات دي صح زمايلك ناويين السنه الجايه طبعا هيستفيد كتير جدا من الاماكن الدكاتره الموجوده بجد يعني على اعلى مستوى وكان فعلا اسم وانا مبسوطه جدا بصراحه ان انا اكتر حاجه حسيت فيها الرحله
بيحصل بيجي انزيم اسمه انزيم جايسر بيقطع الهيد ستراكشر اللي فوق اللي هي الدايره اللي فوق دي وبيحوله لماتيور مايكرو ار ان اي. الماتيور دوت احنا المفروض لما نجاح قبل كده ان هو سنجل اصلا مايكرو ار ان اي سنجل ستراند، فبالتالي هو مش هينفع يبقى دبل ستراند فيحصل له انوايتلي هينقسم لشريطين، شريط منهم هيحصل له ديجريديشن هو اسمه ماسنجر مايكرو ار ان اي هيحصل له ديجريديشن. الستراند الثاني هيحصل له هيديله انزيم ثانيه بيعمل كومبلكس معاهم. الانزيم دي اللي هي الريست كومبلكس، الريست بتاعت اختصار الار ان اي انديوس سايلنسنج كومبلكس. وبعدين بيرتبطوا مع بعض اللي هو المايكرو ار ان اي ستراند والريست كومبلكس بيرتبطوا مع بعض ويروحوا فين؟ لما نجاة قالت ان هو التارجت بتاعه الاساسي اللي هو الام ار ان اي، فبالتالي هيروح للام ار ان اي ويعملوا كومبلمنتري مع بعض وبعديها هيوقف هيعمل بوست ترانسكريبشن ريجريشن للجين اكسبريشن او هيوقف الترجمه بصفه عامه. بعد كده في المايكرو ار ان اي ليه رول في الكانسر زي ما برضه الناس قالت في الاول ان هو دوله ثانيه بتوضح ازاي هو بيتعمل من الدي ان اي يوكلاس بيتكسر بالانزيم، الانزيم موجود اهي روشا جي سي ار كي وبيكسر التيل وبيطوله بعد ما يطول المنزل، بس هو مش متابع الانتاج باي بارجز. بعد كده الرول بتاعه في الكانسر هو بيستخدم يعني اكت از حاجتين، يا اما بيستخدم ان هو انجينيك يا اما اونكوجين او ان هو بيستخدم كانه تيومر سيرفيس. اونكوجين اصلا موجود في الخليه دي الانزيمات او الجينات المسؤوله عن تكوين تيومر او مسؤوله عن تكوين كانسر للخليه، فهو اصلا بيستخدم او بيأكت از اونكوجينيك مايكرو ار ان اي، ده بيروح للتيومر سيرفيس جين اللي هي الجينات المسؤوله عن تثبيت اصلا السرطان او الورم ويروح يعملها انهبيشن، فبالتالي هي مش بتقدر ان هي تقاوم الورم دوت، فبالتالي الورم هيتكون عادي جدا. على عكس من ده اللي هو التيومر سيرفيس مايكرو ار ان اي ممكن هو يستخدم كتيومر سيرفيس يعني هو هيتارجت الاونكوجين، هو هيتارجت الاونكوجين دي اصلا يعني هيصبغ الاونكوجين اللي هي الجينات المسؤوله عن تكوين الورم او السرطان، فبالتالي هو يعمل انهبيشن للكانسر، بالتالي الكانسر هيقف. بس الريسيرشرز يعني ديسكفر ان هو بعد كده ان هو بقى يستخدم كباي ماركرز او ثيرابيوتيك ميثودز يعني للكانسر تريتمنت. بس أعرفكم بنفسي، أنا اسمي ريهان أشرف، كلية زراعة جامعة عين شمس، قسم وقاية وأمراض نوادي. قسمنا كان فيه 3 تخصصات اللي هو مبيدات وحشرات وأمراض نوادي. لو هدي نبذة بسيطة كده عن كل تخصص، هو مثلا أمراض نوادي ده بنهتم بالمايكرو أورجانيزم زي الفطريات والبكتيريا والفيروس اللي بيعملوا أضرار للنبات أو أمراض للنبات. بندرس فيه اللي هو اللايف سايكل بتاعها وازاي بنكتشفهم باستخدام المبيدات سواء حيويه او كيميائيه. بالنسبه للحشرات بندرس الحشرات الاقتصاديه اللي هي سواء كانت على المحاصيل او الفاكهه او الخضر، كل حاجه عنها سواء تطورات مورفولوجي او تشريحي وظيفي، وبندرس دوره الحياه بتاعتها عشان برضه نقدر نتابعها في النهايه. بالنسبه للمبيدات بندرس فيها مجاميع المركبات او المجاميع بتاعت المبيدات الفوسفوريه والكلورونيه والكربونيه وهكذا، وبرضه بيدخل معانا كشف كروماتوجرافي اللي هو احنا خدناه مع دكتور جمال عبد الرازق امبارح، ده اساسا اصلا في المبيدات. بس ده باختصار عن تجربتي بقى. تجربتي في الهيئه السنه اللي فاتت انا كنت تبع البيولوجي فعلا، بس كنت بروح حشرات. هناك استفدت، كنت الاول اسمع عن البايو كنترول ان انا استخدم فرقه او مثلث بس، ما كنتش يعني اخد مش عارفه نص كده في طول المكافاه، فجيت هنا فهمت يعني ان انا استخدم اشعاع في قلب الكنترول اللي احنا بنعملها للاخر. ده طبعا من خلال دكاترتنا طبعا هناك في المرضى. السنه دي تبع المايكرو يعني يمكن كانت كل حاجه او كل كلمه بسمعها كانت جديده بالنسبه لي، فكانت مواضيع كتيره. حتى كنت بتكلم مع الدكاتره ان ساعات بقعد ابقى مش فاهمه اي حاجه، بس كنت باخد تايتل كده ان انا فيما بعد ممكن استفاد منها او ممكن اعمل سيرش عنها.
وفي حاجات برضه فتحت لي زي ان انا عرفت ان الفطريات ممكن تعمل كشف بيولوجية بالظبط كده. الزيارات طبعا السنه دي كانت غير السنه اللي فاتت واستفدت منها طبعا. يعني في تطور في التطبيق مش مجرد مفيش حاجة يعني ده اللي انا بقول لكم فايده التطوير يعني يتم فيه تطوير ان احنا لما نعرض انتوا عارفين ازاي زي ما سمعتوا اهي يعني النموذج السنه اللي فاتت والسنه دي بس كده يعني. شكرا. عندي بتقلل حاجه اسمها الترايل سترايك. انا عندي الليمت دي فورمز كتيره ليها انواع كتير. اكتريه جسمي هي الترايل سترايك. الترايل سترايك دي اكتريتها يعني اشكال الليمت 90% منها هي الترايل سترايك. فبالتالي الانساتوريتد ديت او الالكولينيك اسيد بالتحديد بيقلل نسبه الترايل سترايك في البلاد بتاعتي. كده انا بتجنب الكارديو فاسكولار. انا قلت الاختلاف بين الثلاثه كانت على ذرات الكربون والدبل بوند. طب انا ممكن احول الالفا لينوليك اسيد مثلا لجلوكوزا؟ بزود في عدد ذرات الكربون لان الالفا لينوليك اسيد كان 18 الثاني كان 20 فببدا ازود في عدد الذرات. الثاني كان 3 دبل بوند اللي بعديه كان 5 فانا بزود في الايه؟ دبل بوند فبعمل حاجه اسمها دي ساتوريشن والانويشن. الجلوكوزا بقى ميتاميك اسيد ده معروف ان هو برضه ايه بيميل من مخاطر الكربون فاسكولار بيقلل نسبه الايه؟ الترايل. وبعدين نفكر هنا على حاجه مهمه قوي في البريزنس تمام؟ بيحسن السرعه الدمويه بيحسن الايه؟ من الميموري بتاع عشان كده دايما يقول لك كل نقص كل مكسرات عشان تحسن من الايه؟ الذاكره. طيب اهم حاجه ان هو بيديني حاجه اسمها الايكوزامين. الايكوزامين دي عباره عن سنجل مولكيول او بسميها البورد. بتيجي مهمتها ايه؟ هي تسقط لي الايه؟ الانفلاميشن او الالرجي وهناخدها تحت تاني لما نبص على شكله هنلاقي ايه؟ كام دبل بوند 5 دبل بوند وبادئه من عند السيرت بوزيشن مع ذلك ان هي ايه؟ برضه ميدا الجلوكوزا بقى الجلوكوزا ديت برضه بجيبها من الالفا لينوليك زي ما احنا قلنا تمام؟ بتساعدني في ان انا بعمل تريتمنت للايه؟ للزهايمر ليها دور مهم جدا برضه في الايه؟ في البرين هيلث بتاعت الايه؟ بتاعت الانفكت يعني ايه؟ بتعملي بروجرس فيها بتساعدني في امراض تقضي عليها يعني عليها بوزيتيف افكت على الهايبرتنشن والاسيد والاسيد. نتكلم بقى في انواع الاوميجا 6 نفس الحاجه مش يعني مش فرق بين ذرات الكربون هنا 18 وهنا 20 هنا 2 دبل بوند هنا 4 دبل بوند. طيب حد يقول لي احنا كنا بنعمل ايه؟ بنعمل ريفيجيشن بنعمل ديساتوريشن عشان نحول ده لده. فبالتالي اول حاجه او اول برايمري دايت الاوميجا 6 هيكون متكون في الجسم هو الايه؟ هو اللينوليك اسيد. بعديها يحصل ريفيجيشن وديساتوريشن فيتحول الى الارابيدونيك اسيد. طيب الارابيدونيك اسيد بقى دوت زي ما احنا قلنا اهم حاجه ان انا عندي مثلا لو عايزه اصنع الجلوكوزانويد من الارابيدونيك اسيد يجي من الفوسفوليبيد بعد كده يتحول لارابيدونيك زي الكولاسول ايضا وبعد كده يديني الايه؟ يديني الايه؟ سورسز فود لا بقى
بالظبط خلاص احنا مش محتاجين. عشان كده دايما الشعب الفلسطيني تلاقيه صحي اكتر مننا عشان عنده دلوقتي زيت الزيتون عامل ده مش عارف الشارع زيت الزيتون ده مش اوميجا 9 هو النور يعني احنا عندنا اوميجا 6 عندنا اوميجا 6 عندنا اوميجا 5 نتكلم بقى عن عمليه القدرات. عمليات قدرات الفلسطينيين هنا اسمع عنها كلنا. ايه هي اصلا؟ هي يعني ايه اصلا قدرات الفلسطينيين؟ يعني حاجه انساتوريتد تمام دبل بوند اهي احولها ساتوريتد ايه؟ احط الترانس بقى مش هضربها كليا اسم الترانس بارشل. يعني انا لو جبت حاجه هنا كده مثلا هنا هيدروجينها طالعه هنا هيدروجينها طالعه الشكل ده اسمه سيس لكن هيدروجينها في الاتجاه ده هيدروجينها في الاتجاه ده اسمها سيس. فانا بحول الشكل بالبارشل هيدروجينيشن للشكل الايه؟ كده انا بعمل بس. نخش بقى على الكريستين اللي احنا كلنا بنشتغل ليها فايده عشان كده دايما خلي لو حتى مش هتاخدها في الدايت خدها كصف عندنا دمار في تسلط شغالين على نص المجتمع ليه؟ لان دايما يقول لك ان العمليات او الفريتشنج كلها الحاجات دي كلها او اضرار التسميم تقول لك ايه؟ بتزود ال دي ال بتقلل الاتش هم خلقونا اساسا وعرضونا للناس دي الكوليسترول مهم جدا. الكوليسترول في جسمي مهم ده لو انا خسيت يعني عندي فرق بين الاتش دي ال وال دي ال. الاتش دي ال اسمه ليه؟ لان هو دايما بيتجمع في الشرايين يروح على الايه؟ على الليفر يتحط ممكن يتخزن هو مش مخلص النقر اللي هو في الضعف يخزنه في شكل حاجه اسمها بايوفول يصنع منه بقى الايه؟ الهرمونات الكروموسوم يصنع منه بقيه الهرمونات الكورتيزول مثلا. فالكوليسترول مهم جدا بس بتقرب ايه؟ مش هزود الكوليسترول بالظبط. طيب اخر حاجه خالص دكتور كانت سالتني انا امتى اشمعنى الاوميجا 3 احسن من الاوميجا 6؟ انا بقول عشان اعمل ابلكيشن للناس ووعيهم خد الكميه اللي بتبقى 2 الى 1 خد اوميجا 3 كميه بس عشان تتجنب كل المخاطر بتاعت الفرد التسييس. اولا طبعا انا سمعت من زمايلي الاكبر مني عن الهيئه وكده فقررت ان انا اقدم فيها لان انا التدريب كويس بس بصراحه يعني انا رحت تدريب كتير قوي يعني طول فتره الصيف وكده ده كان افضل حاجه او افضل ان انا جيت يعني. وطبعا يعني احب اشكر حضراتكم جدا 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 على يعني الشرح الممتاز المعامله الكويسه والله يعني بجد حضراتكم حسيتونا ان احنا في بيوتنا مش في مكان غريب يعني. وغير كده طبعا الماده العلميه اللي اتقدمت كانت جميله جدا. استفدنا حاجات كتير ما كناش نعرف التطبيقات اللي تمت التطبيقات اللي هي تمت اكسترنيه للاشعاع ودي حاجه كانت مفيده جدا بالنسبه لنا. والحقيقه زي ما زمايلي قالوا احنا ما كانش عندنا اي خلفيه خالص عن هيئه الطاقه. لما جينا هنا اتعرفنا كتير قوي يعني وكانت كويسه وشفنا اماكن احنا ما كناش هنشوفها لو مشينا فيها هنا وعلماء ما شاء الله يعني بجد يعني فعلا زي ما زميلي قال من شويه حاجه مبهره. يعني انا لما دخلنا ومع الدكاتره المعامل وقالوا لنا على الابحاث اللي عملوها باقل الامكانيات يعني دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي يعني. يعني بصراحه يعني استفدت جدا جدا واحب اشكر حضراتكم على التفاعل. عندي علوم الشمس اسمه اتش كيكسبي واللي لاحظته في الهيئه واكثر حاجه لاحظتها باختصار من هو ان بجد احنا بنستخدم او العمال اللي احنا كلنا فيهم شغالين بيستخدموا اقل الامكانيات عندهم علشان خاطر يوصلوا للبحث. يعني تقريبا ما بيقولوش مستحيل ولا بيقولوا ان حاجه صعبه او ان الامكانيات ديت في بره بس. اكتر حاجه استفدتها يعني من كده ان الواحد ممكن يعمل معجزات وكمان ان اغلبها هي اللي وصلت لكده وان الغايه الساميه اللي هم عايزين يوصلوا لها ان هم فعلا عايزين ينفعوا البلد مش عشان خاطر الجانب المادي
او شهره او غيره. عشان كده ربنا بيوفقهم بطريقه فعلا كبيره جدا. ولما فضلتوا تمشوا عليه في حياتكم، حتى لو دخلتوا في اول مره، حتى لو رحت وبدات حياتك في حاجه مش انت اللي انت بتحلم بيها، بس لو انت عملت معاها في المنظور ده هتقدر تنجح فيها وهتروح للي انت بتحبه، صح؟ ده هو السؤال. اتفضل. حابب اضيف نقطه كمان بس للشباب الموجودين كلكم يعني وليا انا كمان، ان في نقطه مهمه هي ان الوطنيه دلوقتي بقت زي حاجه مزيفه او حاجه زي كده. اللي حابب اوضحه ان الوطنيه دي مش مجرد كلام، لا ده فعلا هو انتماء للوطن بتاعك. حتى لو انت هتطلع وهتستفاد من العلم اللي بره، لا انت محتاج برضه ان انت يكون عندك انتماء لوطنك، وهو دوت اللي بيخلينا ما عندناش تفكر. وان اول حاجه لو شفتوا في ابحاث معموله عن انت لو عايز تفكر شعب او امه، ان انت اول حاجه تبدا بيها الوطنيه، ان انت تبدا تفرغه في البلاد اللي هو فيها. ما عندناش امكانيات كبيره، بس هنقدر ان احنا نعمل دي بامكانياتنا، واكيد ربنا يوفقنا واكيد نستفاد من العلماء اللي معانا. بس عايز اشكر الدكاتره بتاعتنا النهارده على الاستقبال الجميل دوت وحفله جميله. تاني حاجه بنرحب بزمايلنا من جميع الكليات وجميع التخصصات، كليات العلوم وكليات الزراعه والصيدله. انا عرفت الهيئه بالصدفه، انا بحب اسافر كتير، انا اصلا من مدينه دمياط وكنت بسافر المنصوره والزقازيق، انا جامعه الزقازيق، فكنت بسافر فتعرفت على دكتور بالصدفه في السفر. فعرفت منه بقى ان مش كل الاشعاع ده، وعرفت منه ان الهيئه بيعملوا بقى ابحاث جامده جدا، وتعرفت منه ان موجود علماء جامدين جدا وكتير جدا، حبيت ان انا اتعرف عليهم. بس ده الكلام ده كنت انا في سنه اولى. في سنه ثانيه ظهرت قدامي الفرصه، شفت بوستات على النت زمايلنا كانوا بيحكوا تجربتهم هنا، وان كانت تجربتهم جميله، بسم الله ما شاء الله عليهم، عملوا تقدم رائع وتعلموا حاجات جميله جدا من الهيئه وزاروا اماكن جميله ما كناش نتوقع وجودها، زي مثلا مفاعل النووي وان احنا نقدر نخش زي مكان دفن النفايات والمحارس النفايات. فلما قابلت الدكتور دوت عرفت بقى ان اهم فرصه ان انا استغلها ان انا اخش بقى في سنه ثانيه واعرف اتعرف على المكان اكثر. والحمد لله اني معاكم النهارده في اليوم الختامي. التدريب كان مدته اسبوعين، يعني الايام الحلوه بتعدي بسرعه، والحمد لله يعني كان التدريب جميل وتعلمنا حاجات كتير. يعني حاسس ان هو اضاف لك جديد؟ ايوه، كنت على سفر الاشعاع كله ده ما كانش غيرت كلنا قصدك يعني. كان دايما بيخوفونا منه، ده حاجه يعني عرفنا بقى ده بنخش يعني قصدك له جانب اخر سلبي، يعني بالذات مجال التغذية بقى هو صناعة الغذائية، فبالتالي هشوف بقى حفظ الأجزاء شوية. وان اللبن ما ينفعش يتشعع، وعرفت ان مصر الحمد لله بتشعع البصل وبتشعع كل الموضوع رأس الإشعاع، كان شغل الإشعاع ده كلمة كده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونتطور ونقدر نصدر العالم كله منتجات بسهل زي العالم. شكرا يا دكتور. هشام احمد، جامعه الزقازيق، فرقه ثالثه بيولوجي كليه الزراعه. كنت شفت البوست بتاع تقديم منهج التدريب الصيفي لسنه ثالثه ورابعه، فقلت اقدم فيه المنهج لسنه ثالثه. فهو انا كنت شاكه الاول ان محتوى التدريب مش هيكون كويس عشان هو مجاني تماما، مفيش اي مصروفات. فلما قدمت فيه اتاخروا شويه في الرد، ففكرت ان انا مش هتقبل اصلا لانهم قالوا احنا هناخد عدد محدود. فاول ما جالي الرد انا كنت مبسوطه جدا. ولما جيت كان في مشكله بس ان المواصلات والطريق صعب، بس انتوا وفرتوا لنا المواصلات. الدكاتره قالوا اتكلموا مع الامن هم يوفروا لكم المواصلات، وكانوا محترمين جدا. واي حد شايل هم ان هو هيجي هنا عشان خاطر المواصلات، لا في مواصلات متوفره بتوصل لاقرب مكان ليك عادي جدا. وكمان كنت خايفه ان المحتوى العلمي ما يكونش كويس وان الدكاتره ما يكونوش مهتمين، لان التدريب مجاني، اي حاجه مجانا ما بتكونش قد كده. بس شايفة على البحث العلمي، على البحث العلمي. يعني انت عايزه تقولي ان هم كانوا بيحاولوا يساعدوكوا في حل مشكلات. ايوه صح. وخدنا محاضرات على البحث العلمي وعلى الميكروبيولوجي، وزرنا المعامل حره، ما كناش نعرف اصلا يعني ايه معامل حره، ما كنتش اعرف اصلا يعني ايه مفاعل، ولا كنت اعرف ان في مكان بحث كبير زي كده موجود اصلا في مصر، وان مساحته كبيره كده، والدكاتره كانوا مهتمين بينا جدا. يعني مصر حق كويس بس اللي احنا طلاب علميين ما نعرفش مكان زي كده، ده كان حاجه مش كويسه. فرصة من التدريب بقى. اه
دي حاجه احنا استفدناها بس. اسمها مخرج اليوم يعني. اولا السلام عليكم. انا حابب الاول اعرفكم بنفسي. انا محمد حاتم عبد العاطي عبد الحميد، لازم اسمي رباعي. خلاص، انا في كليه علوم جامعه السادسه، متخصص في الميكروبيولوجي والكيمياء الحيه. في الاول انا حابب اشكر دكاترتنا ومشرفينا، دكتوره ياسمين ودكتوره هبه ودكتوره شيماء ودكتور محمد حسن ودكاتره كتير قوي يعني جم علينا النهارده. انا طبعا سامحوني انا مش عارف الاسماء. ده دكاتره قسم الطبيات البيولوجيه. انا شرفت حضراتكم جدا والله. هو عايز يشكر وجودكم بس هو مش عارف الاسامي فبس مفيش مشكله. انا عازمه بعد الشكر حابب اتكلم عن اول حاجه. انا جيت اصلا طاقه زلالي. انا كنت محدد هدفين، هدف المعالجه بالاشعاع والهدف الثاني هو تقريبا نسيت. لا الهدف الثاني هو النانو تكنولوجي. والله يعني الحمد لله انا اول ما دخلت القسم اصلا دكتوره ياسمين شرحت لنا اول محاضره عن البحث العلمي، فانا اتبسطت جدا وبدات ارتب دماغي وافكاري عشان اول ما اتخرج ابدا بقى اروح اشوف انا هعمل ايه. هروح يعني هي دكتور قالت لي خش تمهيدي ماجستير، دي كانت معلومه جديده بالنسبه لي. كنت من تارجت دبلومه فبدات الافكار تترتب اكتر. يعني مثلا وبالنسبه بقى للنانو تكنولوجي، طبعا كنت لما حضرات الدكتوره هبه والدكتوره شيماء لما كانوا بيشتغلوا معانا والله العظيم انا ما كنت ببقى زعلان جدا وانا ماشي من قوه المحاضره وجمال الشرح والاسلوب البسيط، مع ان انا حاضر النانو تكنولوجي اصلا في كليتي في سنه واحده في ترم واحد. يعني بالمناسبه اسمها دكتوره نشوى في جامعه الزقازيق، هي دي اللي حببتني اصلا في الماده. نيجي بقى لمعالجه النفايات. دكتوره شيماء ودكتوره هبه ودكتوره ياسمين تعبوا جدا علشان يجيبوا لنا الموافقه ان احنا نخش المكان هناك. استفدت جدا هناك، وبرضه شفت حاجه مش موجوده في الشرق الاوسط غير هنا، فده محسسني اصلا بفرح. لما انا اطلع واتكلم واقول يا جماعه انا شفت حاجه معالجه نفايات بالاشعاع وفي مش مشكله احنا فاهمين. احنا فاهمين بس احنا بنقول بره هيبقى عليهم خالص. لا هو دي لحظات اكتساب. فانا اتبسطت جدا في اليوم دوت مع ان كان حر جدا. ايوه بس عارف الحمد لله طبعا، بس انا اتبسطت جدا والله. طيب دي بقى بالنسبه للحاجات اللي انا استفدتها. طبعا انا حابب برضو اشكر دكتور محمد حسن في قسم المايكرو. الدكتور في قسم النظائر المشعه انا سالته قلت له يا دكتور انا عايز اعرف افادتي انا ايه في المكان ده. الوقت ما سمحش، فجي تاني يوم اللي هو امبارح جه شرح لي انا مخصوص انا وواحد صديقي ايه الار بي اف وعرفني انا ايه مجالي في الهيئه هنا. فمشكور يعني انا بشكره طبعا من خلال الفيديوهات دي كلها، وكنت اتمنى ان هو يبقى معانا النهارده. معلش والله على فكره انا ببلغ باختصار كل فريق العمل بتاع المايكرو كانت الدكتوره سماح انا ناوي عنهم. دكتور محمد حسن عنده تشغيله في الار بي اف فمش قادر يعتذر عنها عشان كان جزء جديد. الدكتوره هبه عندها برضه ظروف في البيت والدكتوره شيماء يعني ظروف مرضيه فهم بيعتذروا كان نفسهم يبقوا معاكم في الفيلم الختامي دوت يعني. دي بقى الحاجات اللي انا استفدتها، وطبعا في حاجات كتير استفدتها بس يعني الوقت مش هيسمح نتكلم، برضه عندي زمايل عايز تتكلم. هاجي بقى على السلبيات. ودكتوره سماح كنت بهزر معاها قبل ما اقولش، قلت انا اقول سلبيات مع ان انا اصلا والله العظيم انا ما بشوفش السلبيات لحد دلوقتي، بشوف السلبيات بس انا لو حد كان سالني اول يوم ايه السلبيات اللي انت قابلتها كنت اقول الطريق. بس اصلا تعب الطريق وحر الطريق والمواصلات والكلام ده كله، انا اول ما دخلت شفت معامله الدكاتره الطيبه والابتسامه في وشي والترحيب والضيافه. انا تعب المشوار كله راح ما حسيتش بيه، فانا بشكرهم جدا والله العظيم. دي ممكن نقول سلبيه بس يعتبر مش سلبيه ان هو الطريق يعني تحولها يعني الطريق ده من ساعتين ايوه ساعه ونص هناخد احنا بنستغل على فكره الطريق. احنا ممكن نقعد رايحين مننا شويه اهو يعني تحس عارف ناس على فكره عندها حب انها السفر والمغامره وانها تتعب او نفسها تعمل بس خلاص نقعد ما بينا نبدا لا نصدقها. طيب السلبيه بقى اللي هي الحقيقيه اللي انا محتاج انها تتعمل عشان انا هاجي هعمل الماستر باذن الله هنا باذن الله. فانا بحب اشتغل في جو هادي ومش حران، انا راجل بحب انا محتاج تكييف بصراحه في معمل المايكرو تحت يا جماعه. انا بواجه طبعا المسؤولين، انا محتاج تكييف في معمل المايكرو
لان انا ان شاء الله في الماستر هحتاج التكليف ده. طب لو انت جيت انا معاك طيب اسمه ايه؟ المعمل اللي جنبي على طول. تمام. طيب برضه يا جماعه المسؤولين في المعمل اللي جنبنا. طيب في النهايه طبعا انا الحمد لله والشكر لله جدا ان هو رزقني بالتدريب دوت وعرفني على الدكاتره والكوادر اللي انا شفتها هنا. والله يعني دي حاجه كبيره جدا وانا اتبسطت جدا. ويعني الناس كلها قالت لي ما تجيش. انا من الزقازيق يا جماعه وجامعه الزقازيق ما بينها وما بين بيتي 15 دقيقه. فانا هسيب الجامعه واجي هنا ساعتين رايح وساعتين جاي، ده تضييع وقت كتير. كلنا من الزقازيق. تمام. انا كان ما بيني وما بين كلها حاجات بسيطه، فنسيت حاجه زي كده واجي هنا. والله العظيم الاربع ساعات اللي ضايعين والله العظيم انا الاستفاده اللي بشوفها هنا وبسمعها هنا بكون مبسوط بيها جدا. بروح البيت ببحث وانا بدات اشتغل على حاجه دكتور محمد حسن امبارح نبهني عليها. في فكره كده جت في دماغي زي ما بقول شعشعت في دماغي كده وانا بروح. والله العظيم روحت كتبتها وبدات بقى ايه ابحث وهكلم الدكاتره. طبعا هكلم الدكتوره ياسمين وان شاء الله نعمل حاجه ونكون فخورين بالقصه دي. ربنا يسعدك. انا عبد مصطفى حجازي، كليه زراعه جامعه الازهر في القاهره، قسم بايوكيمستري. مبدئيا انا حابب الاول ارحب يعني الصرح العلمي اللي قدامي دوت، انا متفاجئ بيه. وطبعا زمايلنا اللي اتعرفوا عليهم في الاسبوعين دول كانت معرفه كويسه جدا 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 يعني، عرفوني جميل. وبالاخص بصراحه وفي دكاتره مش موجودين كان نفسي يعني اقوم بالشكر. كانت الدكتوره نجلاء عرفتنا على الدكتور عادل بتاع قسم الكيمياء، من الشخصيات برضه المحترمه جدا. فتعلمت منها كتير في الاسبوعين دول. هو اصلا لما جينا المكان ده هي كانت صدفه غريبه، وكان معايا المفروض كذا حد مقدم واحنا مقدمين بقى المقدمين انتهى. وكلهم ما جاتهمش، انا بس اللي جاي. انا اصلا عرفت المكان بالصدفه. ربنا اختارك. انا اتفاجئت اصلا عرفت المكان بالصدفه. مش مستحيل يكون عنده هدف. ده حقيقي والله فعلا. يسر ربنا وتيجي وانا اصلا ما كانش ليا تدريب في الكليه، ما كانش ليا تدريب لا ابدا. فقعدت احاول معاهم ورحت للدكتور جمال عبد ربه العميد بتاعنا. ويعني هو لما شفت التقدير بدا يشوف لي في الاجراءات. والاصرار بتحقق الهدف. فالحمد لله يعني رحت قدمتها في الحقيقه. فبيقول لي بقى حته ان انا ماليش تدريب خالص خلاص. فقال لي هات الورق وخلاص انا هكلمك لو في حاجه. قلت له ماشي. وطبعا بقى الوقت اتاخر فانا فقدت الامل خلاص مش تدريب. فاتفاجئ الباشمهندس عطيه لقيته بيكلمني وبيقول لي في تدريب في الطاقه الذريه. فانا بقول له هيئه ايه؟ انا اصلا مش عارف هو بيتكلم عن ايه. بيقول لي اصلا انت مش معانا اصلا يا ابني في هيئه الطاقه الذريه وتدريب. بقول له انت جاي تبع مين ولا انت كل واحد بيشتغل. لقيت فاهم الموضوع بجد وبعت لك اللوكيشن وهتيجي يوم الاحد والموضوع مهم. خلاص توكلنا على الله. اول ما جيت انا عامه عندي فكره ان يعني رجاله البحث العلمي انا شايفهم من صغري يعني معقدين معلش انت ازاي قعدت عمرك كله مضيعه في بحث علمي؟ طب انت استفدت ايه في الاخر؟ ما اشتغلتش ليه على نفسك، ما طورتش حاجه. بس من اول ما دخلت المكان ده وشفت يعني اتفاجئت طبعا بالمحاضرات كلها، مفيش محاضره ما فاجئتنيش. ففي كل المحاضرات ان فعلا الناس اللي هنا الفكره اللي هنا لا على مستوى علمي خطير. يعني ممكن اي مرض مزمن في الحياه يعالجوه بسبب يعني حاجات بسيطه جدا. يعني كانت مثلا الدكتوره ريهام كانت بتتكلم عن الكركريه. دكتور شباب اتكلمت معاها فيه. فان هو يعالج مثلا خلايا بيتا. يعني في حاجات كتير المرض مثلا الغده الدرقيه ان هو يتعمل على اجزاء نانو ويشتغل عليه. حاجات بسيطه جدا. فانا كنت متفاجئ ليه حاجات زي كده ما ننزلهاش بقى طبيعي نشتغل بيه. ليه ما نشتغلش طبيعي ممكن الكيماوي؟ بس طبعا بسبب موضوع مافيا الادويه والشغل اللي ماشي دوت. بس المفروض يعني الموضوع ده تروح بتخلص. يعني احنا دلوقتي الانسولين مش موجود في السوق خالص. يعني الموضوع فعلا غلط. ان الدواء ممنوع والناس يعني في ناس حرفيا بتموت كل يوم بسبب الموضوع ده. رغم ان احنا في العلماء هنا في المكان ده بالذات يعني يقدروا هم يطوروا اي حاجه موجوده دلوقتي. لما نزلنا مثلا بلازما يعني كان الموضوع مضحك شويه ان ما كانش فيه يعني فلوس ساعتها ما كانش فيه امكانيات ان هم يجيبوا الجهاز. لا كان عامل 3 مليون ده رقم كده فلقيتهم ماشيين مش عارف سلكين وشويه خشب وبتاع حاجات بسيطه جدا بدائيه. بس فعلا الموضوع
فده لوحده نجاح كبير جدا. فبجد انا غيرت فكرتي يعني مليون درجه عن البحث العلمي بسبب دخلت المكان ده. لغايه ان انا فكرت ان انا ان شاء الله اقدر ان انا احقق حاجه فيه. لان هو فعلا اذا اي مرض مزمن في الدنيا يتعالج بسبب البحث العلمي. يعني البحث العلمي له مكانه في المجتمع خطيره جدا. فحتى برضه يعني احب اوجه الشكر للجماعه الاساتذه، يعني ما فيش حد لا استثناء يعني. وساعات منكم الوقت انا كده في نشتغل معاكم جدا والله يعني عشان الوقت عامل مهم بس بصراحه مش عايزه اعمله يعني. هو بس في نصيحه عايز تتبادل او فيها زمايلي يقولوا لي انا كمان. حته السمع ان احنا بنستمع بنرمي ودانا كتير. يعني انا باجي برضه هنا وحد ناس قريب مني جدا يقول لي انت هتقدر ايه ده كلام نظري ورقم محاضرات دش ومش عارف ايه بنفس اللفظ كده. فبيعمل حاجه ما استفادش اي حاجه يقول لي والله ولا اي حاجه وهناك اي كلام ومش عارف ايه. طبعا المعامله بقى مفيش حد يقدر يتكلم لان كلكم متفاجئين بالمعامله اللي بتحصل لنا هنا. ما حدش متفاجئين بالمعامله اللي بتحصل لنا هنا. ما حدش مش متفاجئ بالمعامله. يعني من اول ما دخلنا الباب كنا جايين اصلا في مكان غلط والدكاتره يستقبلونا ويقعدونا جوه في المكاتب ونجيب لهم حش ابوها ويقولوا لنا الاتوبيس فين يجي. لا ما شفناش ده في اي مكان. يعني معاملات اصلا غريبه. فزي كنا استفدنا ان في حد هنا سال ان في افاده جايه من ورانا. الموضوع ده بيختلف عن الشخصيات، ترجع للشخصيات اللي احنا شفناها، الشخصيات الطبيعيه. فطبعا المعامله هنا هي اللي حطيتها في المكان. وقلت حته السمع ان الناس كانت بتقول نظري دول ما كانوش عايزين يستفادوا. مش لهم العيال، يعني من اول محاضره نظري خدناها هنا واحنا مستفيدين. تبص الكوره تلاقي ناس كتير جدا كانت قاعده ماسكه ورق وعماله تكتب واللي روح حضر حاجه ونزلها على الجروب. لا في ناس مهتمه عايزه تذاكر، امال دلوقتي كان النظر ده ايه؟ ونزلنا المعامل واشتغلنا بايدينا ودخلنا اماكن اصلا ما كناش نتخيل هي موجوده. فالموضوع بالنسبه لنا كان جميل جدا. فما نرميش ودانا للناس، ما نسمعش، نجرب نخاطر. يعني افترضنا ان انت جيت يا عم ما استفدتش ماده علميه. زي ما دكتورنا كده كان بيقول لا خالص عمل عنك بحث امني. ده اقل واجب. انت جيت اتعرفت مثلا على ناس جديده، عملت علاقات جديده. يعني الموضوع يعني بالنسبه لكم يبقى شيق. ولازم تتعود ان انت تخاطر في كل حاجه. وزي برضه ما الدكتور قالت ان ما كنتش تخاطر مش هيبني منك شخصيه قويه. يعني هي المخاطره دي طبعا كلكم عمالين تقولوا انه ريسك انه فاضي. طب ما خلاص يعملوا بيها بقى. خاطروا وابداوا. وبرضه النجاح مكون يعني مهم جدا وهو مثلث ثلاث خطوط. اول حاجه ودي اهم حاجه علاقتك بربنا. علاقتك بربنا كويسه. علاقتك بربنا كويسه ديت يعني تعديك من اي حاجه. ما تقفش قدام اي حد. دي اهم حاجه. تاني حاجه عندك علاقتك بالاهل. ابوك وامك راضيين عنك، الناس بتدعي لك خلاص مش محتاج حاجه من الدنيا. تالت حاجه بقى انت بطل القصه بتاعتك. وانت عباره عن ايه؟ عقل بيفكر وايدك بتشتغل. قدرت تحقق المعادله ديت خلاص انتهت. واللي نجح ده يعني معلش انا اسف اذكر حد خارج دكتور رضوان النجار، دكتور عندنا في بايو كيمستري جامعه مصر. الراجل ده وطبعا كل الدكاتره اللي عندنا على مستوى ما شاء الله عليهم يعني. دكتور رضوان هو اصلا فاهم الكلمه دي بالتحديد. هو شخصيه ناجحه جدا. فقال لك طالما في حد نجح يبقى انت لازم تنجح زيه. يعني هو مش احسن منك. احسن منك. ايوه هتقول مثلا مفيش حد نجح، مفيش حد على الطبق كله نجح. خليك انت اول واحد تنجح. يعني خليك انت متميز وانجح انت قبلهم كلهم. وطبعا عشان بس وقت المحاضره احنا عايزين نقعد معاك اكتر والله بس احنا كلامك فعلا بجد اسمعوا النصايح فعلا وخدوها حلقه قدامكم وخلونا نحكي بعض هو منكم هديه يعني عايزين والله دي الدكتوره ياسمين هي اللي متجمعين على كل حلو في السنين، على كل خير متلككين في كل فرصة، مش فين وفين متجمعين متأكدين إن اللي جاي ده كله جميل، وإن اللي فات مشوار طويل والفرح قرب، وهو بالدليل متجمعين، واللحظة اللي بنوقف عندها بنقول لها قدها 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 وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها قدها وقدود، قدها 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 وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها قدها وقدود، ومصممين
عالوعد وبكرة ملهوفين، وفي الأحلام متشعبطين، وبقلب جامد فيها مسكين ومثبتين. ملناش مثيل لما تنادي ولا ليها بديل، حتى في أصغر التفاصيل في دايما كده ألف من يشيل متجمعين. واللحظة اللي بنوقف عندها بنقول لها قدها 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 وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها قدها وقدود. قدها 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 وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها قدها وقدود. متجمعين على كل حلو في السنين، على كل خير متلككين في كل فرصة، مش فين وفين متجمعين، متأكدين إن اللي جاي ده كله جميل، وإن اللي فات مشوار طويل والفرح قرب، وهو بالدليل متجمعين. واللحظة اللي بنوقف عندها بنقول لها قدها 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 وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها قدها وقدود. قدها 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 وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها قدها وقدود. ومصممين عالوعد وبكرة ملهوفين، وفي الأحلام متشعبطين، وبقلب جامد فيها مسكين ومثبتين. ملناش مثيل لما تنادي ولا ليها بديل، حتى في أصغر التفاصيل في دايما كده ألف من يشيل متجمعين. واللحظة اللي بنوقف عندها بنقول لها قدها 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 وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها قدها وقدود. قدها 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 وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها وقدود. قدها قدها